الأوسط والأصغر للنجم الأقل سطوعًا ولمعانًا. وده اللي اكتشفه العالم البلجيكي روبرت بوفل، بيقول إن الأهرامات ليست موازية لبعضها تمامًا، وأنهم بُنيوا في خط مائل وليس مستقيم تمامًا، عشان الأهرامات ال3 تتطابق مع النجوم ال3 في نطاق حزام أوريون، وهما النطاق والميلام والمنطقة. فبُعد هرم منقورع عن باقي الأهرامات وصغر حجمه ليست صدفة، وليست لأسباب سياسية أو اقتصادية زي ما كنا عارفين، وإنما لأهداف فلكية، وهو لكي يتطابق مع النجم اللي بيبعد شوية عن باقي النجوم وحجمه أقل. المفاجأة إن العلماء بيقولوا إن موقع نهر النيل على الأرض يقابل في السماء مجرة درب التبانة، وكأن مصر صورة للسماء على الأرض. مش بس كده، ده كمان تمثال أبو الهول ما كانش تمثال عادي، وإنما كان جزء من خريطة السماء على الأرض، وكان رمز فلكي. ففي لحظة التطابق المثالي بين الأهرامات ونجوم حزام أوريون، كانت الشمس تشرق في الاعتدال الربيعي في خلفية كوكبة الأسد، فتم بناء تمثال أبو الهول على شكل أسد. حتى تمثال أبو الهول ما كانش تمثال عادي، وإنما كان جزء من خريطة السماء على الأرض، وكان رمز فلكي. ففي لحظة التطابق المثالي بين الأهرامات ومجموعة نجوم حزام أوريون، كانت الشمس تشرق في الاعتدال الربيعي في خلفية كوكبة الأسد، فتم بناء التمثال على شكل أسد عشان أبو الهول الأسد على الأرض ينظر إلى قرينه الأسد في السماء، وكأن مصر حقا صورة للسماء على الأرض. الجميل في النظرية دي وتطابق الأهرامات مع نجوم حزام أوريون إنه بيعطي التاريخ الصحيح لبناء الأهرامات. فالعلماء بيقولوا إن مواقع النجوم بتتغير عبر آلاف السنين بسبب ظاهرة ترنح ميل محور الأرض. فتطابق الأهرامات مع نجوم حزام أوريون ده حدث في سنة 10500 قبل الميلاد. إذن الأهرامات ما اتبنتش زي ما احنا عارفين في عام 2500 قبل الميلاد. واللي بيأكد صحة هذا التاريخ هو التعرية الموجودة على جسم تمثال أبو الهول. العلماء أجمعوا إن هي تعرية مائية تعود إلى عصر الفيضان، والفيضان حدث منذ أكثر من 10,000 عام. إذن عمر الأهرامات مش 2500 قبل الميلاد، ولكن أكثر من 10,000 عام. وده اللي أنا قلته في حلقة زيدياك دندرة، إن حضارتنا أقدم بكتير من اللي ضحكوا علينا بيه. إذن الأهرامات على الأرض بتقابل في السماء مجموعة نجوم حزام أوريون، ونهر النيل بيقابل مجرة درب التبانة، وتمثال أبو الهول بيقابل كوكبة الأسد. إذن مصر صورة للسماء على الأرض. إذن بناء المعابد والمقابر الملكية على ضفتي نهر النيل، كل ده مش بعيد عن فكرة إن كل شيء على الأرض له صدى فلكي فوق. اللي بيأكد إن كل شيء على الأرض له صدى فلكي فوق، والمعجزة الفلكية التي يأتي إليها السياح من شتى أنحاء العالم سنويا، ويتعامد أشعة الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني مرتين في السنة، يوم 22 أكتوبر ويوم 22 فبراير، مرة يوم ميلاده ومرة يوم توليه العرش. ولم تتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني فقط، وإنما تتعامد على 3 تماثيل ونصف التمثال الرابع فقط، وهذا عن قصد وعمد. فأي علم هذا جعله يدرك أن الشمس تتعامد في هذه الأماكن وبهذه الكيفية. ففي هذه الأيام تخرج الشمس من البحيرة الموجودة أمام معبد أبو سمبل، تدخل إلى قاعة الأعمدة لمسافة 60 متر، ثم إلى قدس الأقداس لتتعامد على 3 تماثيل ونصف الرابع، وهما حور أخيتي إله الدلتا، رمسيس الثاني ابن الشمس، أمون إله الشمس، ونصف تمثال الملك بتاح. وهذا عن قصد، لأن بتاح له صفتين: الأولى الإله المضيء المشرق، عشان كده الشمس تتعامد عليه. الصفة الثانية هو إله العالم السفلي أو المظلم. تخيل يبنوا معبد فيه العديد من